السورية في مصر وعضو الأمانة العامة لتجمع قوى الربيع العربي. أهلا بك سيد حمصي معنا. مساء الخير سيدي الكريم لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي. بداية لنأخذ تقييمك لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، والذي اتفقوا خلاله على دعوة مجلس الأمن إلى إرسال قوة حفظ سلام إلى سوريا. من بأي زاوية، بأي عين تنظرون إلى هذه الخطوة وانعكاساتها على مجمل الملف السوري؟ يا سيدي الكريم، بكل الأحوال يعني اليوم كان في حراك بجامعة الدول العربية، يعني بالاتجاه اللي كان المفروض من الفترات السابقة يكون انطلق هذا الحراك، لكن هو بالواقع ما بيلبي طموحات وعذابات والخطر الذي يداهم الشعب السوري بحرب الإبادة يلي يعني عم تنشن على هذا الشعب. يعني بالحقيقة بهاليوم هذا يعني مواقف كانت عديدة، بس في بعض الأطراف يعني لا يزال يستخدم يعني المزايدة على الشعب السوري برفض التدخل الخارجي، يعني إعطاء مزيد من الوقت تحت شعارات معينة. يعني اليوم لما خلال أسبوع واحد بيسقط ما يقارب 1000 شهيد مدني بين أطفال ونساء وشباب وشيوخ، ومساجد تهدم، مدن تدمر، حمص تدمر بكاملها، إدلب، دمشق، حما. يعني اليوم وصف هذا الزخم من إبادة شعب من قبل النظام السوري وحلفائه الإيرانيين وحزب الله وجيش مقتدى الصدر وبدعم فيتو روسي صيني. يعني يجب أن يكون هناك مواقف يعني تتناسب وحجم هذه الإبادة. الحقيقة يعني الموقف اللي الآن يعني الشعب السوري يعني أخذ هيك جرعة أكسجين هو موقف المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين. يعني نتمنى أن يكون في مواقف سريعة تتناسب مع حجم هذه الإبادة. يعني ترون مواقف السعودية متقدمة بعض الشيء، ولكن مع ذلك سيد حمصي النظام السوري يرفض هذه القرارات جملة وتفصيلا كما يقول، وهو يعني يعدها يعني غير معنية. يعني النظام السوري يعد نفسه غير معني بهذه القرارات لأنها صدرت من دون وجوده في الجامعة. يا سيدي الكريم، النظام تمرد على الشرعية الدولية، تمرد على الأسرة العربية، على جامعة الدول العربية. النظام السوري هو نظام أصبح يعني إرهابي أمام كل العالم، يعني ظهر على حقيقته وبوجهه الحقيقي. يعني نحن يا سيدي الكريم منذ 6 أشهر ونحن نطالب، والشعب والثورة تطالب بحظر جوي بمناطق آمنة. يعني لا يهم القاتل ماذا يطالب، القاتل يطالب بعد أن أخذ ثمن هذا السلاح الذي يبيد فيه الشعب. يعني الثورة في سوريا يعني لها ميزات عن غيرها، أن هذا النظام يقتل الشعب بماله بجهده بعرقه. هذا السلاح جبر من أموال هذا الشعب ومن عرق هذا الشعب ومن دماء هذا الشعب، يقتل بهذا السلاح. اليوم لا يهم ماذا يقول القاتل، القاتل هو مكانه الطبيعي العدالي، ليس تبريراته فبركاته والأقبية الظلام. طبعا بعدين اليوم في أمر كثير هام، يعني الموقف السعودي انه ما في جهة معينة الآن تمثل الشعب. يعني من يمثل الثورة الآن هو الشعب السوري، ويجب أن يكون هناك حراك جديد من أجل تشكيل يعني مجلس معارض يضم كل الأطياف بعيدا عن يعني الأشخاص الذين يعني لهم علاقات بحماس وبأماكن أخرى تؤثر على عمل المجلس وعلى عمل. نعم ويبدو أن الأمور تسير قدما في هذا الاتجاه. المعارض السوري محمد مأمون الحمصي، منسق الجالية السورية في مصر وعضو الأمانة العامة لتجمع قوى الربيع العربي، شكرا على المساهمة.